بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة الألباني رحمه الله: النظر إلى موضع السجود والخشوع. يعني في هذا الباب ذكر مسألتين: المسألة الأولى النظر إلى موضع السجود للمصلي، والثانية الخشوع. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث متكلم فيه، فقد أعله بالإرسال البيهقي والنووي وابن كثير والذهبي وابن رجب. قالوا الصحيح فيه الإرسال، وأنه من مراسيل محمد بن سيرين. قال: ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وهذا عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث عن عائشة أنكره أبو حاتم رحمه الله، لأنه من رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد التميمي، وهي منكرة، وروايته عنه منكرة. وكلا الحديثين حسنهما العلامة الألباني في الإرواء، حسنهما بشواهدهما بطرقهما. قوله النظر إلى موضع السجود، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، ودليلهم ما ذكره المصنف أي في هذا الباب، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وقد علمت الكلام في هذه الأحاديث. وذهب المالكية وغيرهم إلى أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. دليلهم قوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحديث خباب عند البخاري أنهم كانوا يعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته. وبوب عليه البخاري، ساق فيه عدة أحاديث أن الصحابة كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم. وفصل الحافظ ابن حجر فقال في المسألة ويمكن أن نفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى موضع سجوده، وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام. قال الألباني رحمه الله معلقا على كلام الحافظ: وبهذا يجمع بين الأحاديث التي ساقها البخاري، يعني فيها النظر إلى الأمام، التي ساقها البخاري، وبين أحاديث النظر إلى موضع السجود، وهو جمع حسن والله أعلم. يعني الحافظ يقول الإمام ينظر إلى موضع سجوده، والمنفرد يعني والمؤتم ينظر إلى موضع سجوده إلا حيث احتاج أن ينظر إلى الإمام، والمنفرد حكمه حكم الإمام، ينظر إلى موضع سجوده. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله عن بعضهم أنه قال ينظر إذا كان قائما إلى موضع سجوده، وإذا كان راكعا إلى قدميه، وإذا كان ساجدا إلى أنفه، وإذا كان جالسا إلى إصبعه. ولكن هذا التحديد لا دليل عليه، والأقرب أن ينظر إلى موضع سجوده، لأنه بذلك يقصر بصره عن النظر هنا وهناك. أجمع للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، والأقرب أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، لأنه أقصر لبصره. ومنهم من قال أنه ينظر إلى الأخشع له، فإن كان الخشوع له موضع السجود نظر إليه، وإن كان الخشوع له أن ينظر أمامه نظر إليه. ولكن موضع النظر إلى موضع السجود قال به جمهور العلماء، وحسن الألباني هذه الأحاديث، وهو الأولى أن ينظر المصلي إليه.
قال رحمه الله: النظر إلى موضع السجود والخشوع. قوله الخشوع، قال ابن القيم رحمه الله: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. انتهى كلامه. وقيل أيضا: هو حضور القلب وطمأنينة الأعضاء والتواضع. وقيل: هو حضور القلب وطمأنينة الأعضاء والتواضع. واختلف في الخشوع هل هو سنة مستحبة أم هو واجب، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه سنة، ورجحه ابن القيم وابن رجب. ودليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، يعني الحديث الذي فيه: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان له ضراط، فإذا قضى التثويب أقبل. حديث أبي هريرة المتفق عليه، وفيه: فيخطر بين الرجل وقلبه حتى لا يدري كم صلى. وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه إن غلب عليه عدم الخشوع في صلاته أن عليه الإعادة. وقبل ذلك عند قوله في هذه المسألة الخشوع: وذهب الجمهور إلى أنه سنة، تقول أيضا نسينا هنا: وقد حكاه النووي إجماعا وتعقبه العراقي رحمه الله. يعني النووي قال إجماع بالاتفاق أن الخشوع مستحب، لكن هذا الإجماع تعقبه الزين العراقي في طرح التثريب،